ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. من المعروف أن اللاعب ميسي يعتبر واحدا من أشهر اللاعبين حول العالم، كما إنه يمتلك الكثير من الأشياء الباهظة التي تعبر عن الثروة الكبيرة التي يتمتع بها. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف على بعض من هذه الأشياء التي يتمتع بها هذا اللاعب. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هيا بنا لنبدأ. هاتف آيفون ذهبي. ليس من المفترض أن يمتلك ميسي هاتف آيفون عادي مثل أي شخص، لكنه لديه نسخة مميزة للغاية، حيث إن هذه النسخة المميزة تحتوي على اسم اللاعب وعلى الرقم المميز له وهو رقم 10، كما إنه يوجد عليه شعار النادي، بالإضافة إلى أنه يكون مصنوعا بالكامل من الذهب. من المعروف أن هاتف آيفون من نوع XS كلفته حوالي $1000 بالكامل، ولكن النسخة الخاصة باللاعب ميسي كلفتها تصل إلى $21,000. الساعات. من المعروف أن ميسي لديه مجموعة من الساعات والماركات العالمية والمشهورة للغاية، والتي يتعدى سعرها آلاف الدولارات. ومن أشهر هذه الساعات هذه الساعة، والتي سعرها يصل إلى $150,000، حيث إنها تحتوي على 141 قيراطا من المجوهرات من الألماس، بالإضافة إلى أن هذه الساعة الأخرى التي تحتوي على الكثير من المجوهرات أيضا، ويمكن من خلالها معرفة الوقت الخاص بكل دولة. ولكن كل هذا يختلف تماما عن الساعة التي استطاع الحصول عليها بعد أن استطاع الحصول على جائزة الكرة الذهبية السابعة في مسيرته، فهي ساعة من ماركة بورني، وهي خاصة بجائزة الكرة الذهبية. ومن المعروف أن ميسي هو اللاعب الوحيد والشخص الوحيد حول العالم الذي يمتلك النسخة الأصلية من هذه الساعة. ولكن يقال إن هذه الماركة المشهورة قامت بصناعة 8 ساعات من هذا النوع، والساعة الواحدة سعرها $350,000. ولكن يقال إن هذه الساعة التي توجد مع ميسي سعرها من الممكن أن يصل إلى $2.8 مليون. القدم الذهبية. بسبب أن ميسي يعتبر واحدا من أمهر اللاعبين الموجودين حول العالم على مر التاريخ، يقال إنه في طوكيو تم القيام بصناعة هذه الجائزة الخاصة له والمصنوعة بالكامل من الذهب الخالص، حيث إنه تم تكريم قدم ميسي، وذلك بسبب أنها قدم فريدة من نوعها، حيث إنه تم إعطاء ميسي هذه الجائزة والتي هي عبارة عن قدم ذهبية بعد أن تم أخذ شكل وقالب القدم الخاصة به بهذه الطريقة. السيارات الفارهة. من الطبيعي أن يمتلك العديد من السيارات المشهورة مثل رينج روفر وسكالي، حيث إنه يمتلك أحدث سيارة أودي بسعر $150,000، وسيارة من نوع مازيراتي سعرها $200,000، وسيارة من نوع فيراري بسعر $300,000، وسيارة من نوع مرسيدس SLS بسعر $600,000، بالإضافة إلى أنه قام بشراء واحدة من السيارات والتي من الممنوع على أي شخص قيادتها، وذلك بسبب أنها تتحرك بسرعة 230 ميلا في الساعة. هذا ما يجعل قيادة هذه السيارة في الشارع أمرا ممنوعا. من المفترض أنه كانت هناك سيارة سعرها $30 مليون، وكان يرغب ميسي في شراء هذه السيارة، ولكن استطاع كريستيانو رونالدو إنهاء هذه الصفقة قبل ميسي. لكن ميسي لم يتوقف عند هذا الحد، واستطاع شراء هذه السيارة الأخرى من نوع فيراري وبسعر يصل إلى $35 مليون. الفنادق. واحدة من الأشياء المشهور بها اللاعب ميسي حول العالم هو إنه قادر على تصميم أغرب مصعد حول العالم في هذا الفندق، فهو قادر على نقل السيارة الخاصة به من الجراج إلى غرفته الخاصة، ولديه في هذا الفندق جناح كبير يحتوي على غرفتين كبيرتين و5 حمامات وبار وأثاث فاره للغاية ومنظر رائع يستطيع النظر إليه من هذه النافذة. هذا المكان يكلف ميسي حوالي $5 ملايين فقط، وهو يعتبر واحدا من أرخص الأماكن بالنسبة له. في إحدى الفنادق الأخرى في فلوريدا استطاع ميسي شراء دورا كاملا، ولديه في هذا المكان الرائع 4 غرف و4 حمامات، بالإضافة إلى صالة السينما وحمامات الجاكوزي وصالة كمال الأجسام والعديد من حمامات السباحة.
ويقال إن كلفة هذا المكان حوالي 7 مليون دولار. اليخوت. يستطيع هذا اللاعب المشهور جدا الحصول على واحد من أشهر اليخوت وأجملها على الإطلاق، حيث يقال إن سعر هذا اليخت يصل إلى حوالي 14 مليون دولار. يستطيع فيه قضاء وقت طويل ورائع جدا في البحر، ويحتوي على 4 غرف وغرفة خاصة ومميزة، ويستطيع التحرك بسرعة 25 ميلا في الساعة. طائرة خاصة. يصل سعر الطائرة الخاصة باللاعب ميسي حوالي 15 مليون دولار، وتحتوي على مطبخ بالكامل و2 من الحمامات و16 مقعدا، بالإضافة إلى أنه على سلم هذه الطائرة يقوم بكتابة أسماء الأشخاص المقربين له، وهذا ما يجعل أي شخص قادر على معرفة طائرة ميسي من وسط باقي الطائرات الأخرى. المنازل. بما أن ميسي لديه طائرة خاصة وبعدها يستطيع من خلالها الحصول على السيارة والتي تنقله إلى المنزل، فهذا يعني أنه يحتاج إلى منزل مميز للغاية. من أشهر المنازل هو هذا المنزل الذي يملكه في برشلونة وبسعر يصل إلى 2 مليون دولار، لكنه أنفق عليه 8 ملايين دولار حتى يقوم بتعديله، هذا لكي يجعل هذا المنزل يضم صالات كمال الأجسام والألعاب الرياضية المختلفة التي يحتاج إليها، وحتى يستمر في المحافظة على القوة البدنية والجسدية والبنيان الخاص به، بالإضافة إلى وجود ملعب في الخارج وحمام سباحة. ولكن في عام 2022 أصبح منزل ميسي مختلفا للغاية، خاصة بعد أن انتقل إلى باريس سان جيرمان، حيث إنه يمتلك منزلا يشبه القصر وسعره 44 مليون دولار، يحتوي على 30 غرفة وسينما ومختلف الأماكن للألعاب الرياضية وجراجا كبيرا وحمام سباحة مميز للغاية. يقال إن سعر هذا المنزل يصل إلى حوالي 66 مليون دولار. كما يقال أيضا أنه قام بشراء فندقا بالكامل بسعر 30 مليون دولار يحتوي على 77 غرفة ويطل على البحر. فندق آخر يحتوي على 52 غرفة في مدينة أبيزا ويحتوي على حمام سباحة مميز وبه نظام صوتي أسفل المياه. هذا فقط 2 من أصل 6 فنادق يملكهم ميسي، بالإضافة إلى الفنادق الأخرى التي تحتوي على التزلج على الجليد والعديد من الأشياء الفارهة. يقال إن كل هذه الفنادق سعرها من الممكن أن يصل إلى 180 مليون دولار. حديقة ميسي. لم ينسى ميسي الأشخاص المعجبين به، وقام بعمل حديقة سعرها يصل إلى 200 مليون دولار يستطيع فيها الشخص المعجب بميسي التعرف على تاريخ ميسي بالكامل. يقال إن مساحتها 46 ألف قدم، وتضم الكثير من الألعاب والأشياء المميزة والرائعة والكثير من التكنولوجيا والرؤية الواقعية الافتراضية، هذا كله بكلفة 200 مليون دولار. الجمعيات الخيرية. من أروع الأشياء التي قام بها اللاعب ميسي هو أنه قام بعمل مؤسسة لرعاية الأطفال المحتاجين وتعليمهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم، كما إنه يقوم بتقديم المساعدة للأشخاص المحترفين في كرة القدم، وهذا يساعد على تقديم المساعدة إلى الكثير من الأطفال حتى يتمكنوا من الحصول على معيشة رائعة. كما إنه يقوم بتقديم الكثير من الأموال لرعاية الأطفال المحتاجين بسبب الأمراض الخطيرة. كما يقال إنه في إحدى المرات قام ببيع الحذاء الخاص به في مزاد بسعر 100 ألف دولار، وقام بالتبرع بهذا المبلغ بالكامل إلى المؤسسات الخيرية، بالإضافة إلى أنه قام بتقديم الكثير من المساعدة إلى الأشخاص في فترة الكورونا، وبمشاركته في العديد من الجمعيات الإنسانية لحقوق الإنسان. وفي النهاية لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.